بص يا يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. بقول لي ايه؟ بقول لي اثبت ان النقط أ اللي هي 6 و0 وب اللي هي 2 وسالب 4 وج اللي هي سالب 4 و2 هي رؤوس مثلث قائم مؤوجد مساحته. لو انت حطوه يا يوسف، لو انت حطوه وانت بتجيب الاضلاع، ارسم شكل كروكي كده اهو يا يوسف، اهو شكل كروكي كده اهو، اهو يا يوسف، اي شكل، يعني اي مثلث كده اهو، وسميه يا يوسف أ ب ج، وحط هنا اهو يا يوسف أ اللي هي كام يا استاذ؟ اللي هي 6 و6. ب بكام يا استاذ؟ اهي ب2 وسالب 4. ج بكام يا استاذ؟ اهي بسالب 4 و2 اهو. ادي حطيت رؤوس المثلث اهو يا يوسف. هبدا يا يوسف بقى تعمل ايه؟ اعمل ايه يا استاذ عبد الرازق؟ اهو. يبقى انا هعمل ايه؟ كلام بسيط خالص. هبدا اجيب اطوال الاضلاع، يعني هجيب ا ب واجيب ب ج واجيب ا ج. اول حاجه يا يوسف اجيب اطوال الاضلاع. تعال نشوف ازاي هنجيبوا اطوال الاضلاع. اول حاجه هجيب ا ب. ركز يا يوسف، ا ب بتساوي الجذر التربيعي. القانون يا استاذ اهو، لازم اكون حافظه. فرق او فرق السينات اهو يا ابني، اس 2 اهو، زائد زائد فرق الصادات أس فرق 2. اهو، فرق الصادات اهو، اس 2 اهو يا ابني. ده القانون اللي المفروض انا بحافظه. يعني بتساوي الجذر التربيعي 6 اهو، 6 ل6 ناقص ناقص 2 أس 2 2 اس 2 اهو، زائد زائد صفر جذر صفر 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 ناقص ناقص 4. اهو، ناقص 4 اس 2 اهو يا يوسف، بمنتهى البساطه والله العظيم اهو. يبقى الكلام اهو، اس 2 اهي تساوي جذر 6 ناقص 2 4 اس 2 ب 16 اهي، زائد 4 اس 2 ب 16. اجمعهم يا يوسف يبقى جذر 32. ده اول ضلع اهو، جذر 32. هنجيب الضلع الثاني اللي هو ب ج بنفس الطريقه. ب ج ما هو بيساوي الجذر التربيع اهو، ب ج يبقى 2 ناقص يبقى 2 ناقص 4 أس 2 زائد ناقص 4 ناقص 2 اهو، ناقص 4 ناقص 2 أس 2، يعني بتساوي جذر 2 زائد 4 6 أس 2 ب 36. والثانيه ناقص 4 وناقص 2 يبقى ناقص 6 أس 2 ب 36 اهو يا يوسف. اجمعهم يا يوسف يبقى بتساوي جذر 72. هنجيب يا يوسف طول أ ج اهو، أ ج بيساوي الجذر التربيعي لنفس القصه اهو. فرق السينات 6 ناقص يبقى 6 ناقص 4 أس 2 اهو، زائد فرق الصادات. يبقى احنا قلنا أ ج يبقى صفر ناقص 2 اهو، صفر ناقص 2 أس 2 اهو. امسح يا يوسف الجزء الطويل ده، كلام بسيط خالص اهو. تساوي الجذر 6 زائد 4 10 أس 2 ب 100 زائد 2 أس 2 ب 4 يبقى بتساوي جذر 104. اجمع الصغيرين على بعض كده يا يوسف، اجمع الصغيرين على بعض يا يوسف، اجمع 104 اجمع الصغيرين كده. زائد
هتبقى 136. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رسول الله. انا قلت لك اجمع الصغيرين، اجمع الصغيرين. فين الصغيرين؟ طب اخلص الفيديو. 72 زائد 32 بيساوي كام؟ 104 عرفت؟ بتساوي لا بس خلاص، بتساوي بعض. اصبر. يبقى ما جمعت الصغيرين طلعوا 104 صح؟ بس عشان اجمعهم لازم اربعهم. تمام. معنى ذلك ايه؟ ركز بقى معايا. اذا ركز معايا في اللي جايه دي. اهو اذا ايه اللي حصل؟ الف ج اس 2 لو ربحت الف ج بيساوي الف ب اس 2 زائد ب ج اس 2. ما انا قلت اهو، ما هو انت لو ربحت الجذر ده اهو هيبقى 32، لو ربحت الجذر ده هيبقى 72، ولذلك انا جمعتهم طلعوا 104، ولو ربحت ده اهو هتلاقيه 104. اذا مربع ده زائد مربع ده بيساوي مربع ده ولا لا؟ رحت كاتب تمام. العلاقه اهو. دي نظريه فيثاغورس. اذا يا استاذ خلي بالك، قياس زاويه مين ده؟ الف جيب الوتر اهو، الف جيب الوتر، يبقى قياس زاويه ب بتساوي 90 درجه اهو. يبقى المثلث ده اهو قائم فعلا في بها اهو، ادي قايمه. يبقى زاويه ب بتساوي 90. اذا المثلث قائم في ب. يبقى نسيبت ان المثلث قائم في ب. طب خلي بالك، حط الاضلاع يا يوسف. الف ب يا يوسف بجذر 32، وب ج بجذر 72، والف ج بجذر 104. هات لي مساحه المثلث يا يوسف. مساحه المثلث الف ب ج بتساوي نص حاصل ضرب ضلعي القائمه. نص ده في ده اهو بتساوي نص حاصل ضرب ضلعي القائمه يا يوسف، لان طبعا تعتبر دي القاعده وده الارتفاع. يعني بتساوي اهو نص في جذر 32 في جذر 72. يلا يا يوسف اضربهم بالآلة تساوي. يبقى اكتب كده ونص. نص يا يوسف، ادي النص اهو، واطلع كده واقول فيه جذر 3 2، وبعدين اطلع تاني اقول فيه جذر 7 2، واطلع تاني تساوي. طلعت بكام يا يوسف؟ في جذر 7 2. طلعت بكام؟ مستر هو في بعد ما ال 32 احط الجذر اطلع يعني يا اعمل لازم مسافه تطلع يا قدام. يوسف، امال ايه اعمل؟ لازم تعمل مسافات يا يوسف. هتبقى 24. تطلع ب 24 مظبوط يا يوسف. صعبه يا يوسف تاني. تمام. دي على فكره والله جايه في الامتحان، وحياه ربنا جايه في الامتحان، هي والمعين يا المربع، وحياه ربنا جايه في تمام. الامتحان يا اخي. بص يا يوسف، عشان اثبت المثلث قائم عملت ايه يا ابني؟ جبت اطوال اضلاعه الاول عن طريق قانون البعد. بعد كده بصيت لقيت لو جمعت 2 من تحت الجذر يساوي الثالثه. اذا معنى ذلك ان مربع الصغير ده زائد مربع الصغير الثاني يساوي مربع الكبير، وده ما يحصلش الا في المثلث مين؟ القائم. ان مربع اكبر ضلع في المثلث بيساوي مجموع مربع الضلعين الاخرين. يبقى المثلث قائم الزاويه في ايه؟ في ب، في الضلع اللي في وش الزاويه، في الضلع ايوه في الزاويه اللي هي في وش الضلع الكبير. يبقى قائم الزاويه في الزاويه، يعني الزاويه اللي هي في وش الضلع الكبير بتساوي 90 درجه. كده انا جبت زاويه ب بتساوي 90 درجه يا يوسف. بعد ما جبت زاويه ب هو عاوز مساحه المثلث. مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع. ادي عند القاعده وادي الارتفاع، فانا بقول مساحه المثلث في حاله المثلث القائم نص حاصل ضرب ضلعي القائم. رحت جاي النص في جذر 32 في جذر 72 طلعت لي ب 24. والله يا يوسف كمان مره هتيجي في الامتحان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رسول الله. السؤال اللي بعده
السؤال اللي بعده يا يوسف بيقول لي ايه؟ اوجد، ركز يا يوسف، اوجد ميل المستقيم اللي هو 2 س زائد 3 ص بتساوي 6، وطول الجزء المقطوع من محور الصادات، من محور الصادات. ركز يا يوسف، انا عاوز ميل المستقيم يا يوسف وطول الجزء المقطوع من محور الصادات يا يوسف. بص يا يوسف، انا عارف ان معادله الخط المستقيم الصوره العامه لها ايه. بص يا يوسف كده، صاد اهي بتساوي المي في السي زائد الجزء المقطوع. دي معادله الصوره العامه لمعادله الخط المستقيم. يبقى الصوره العامه يا يوسف لمعادله الخط المستقيم يا يوسف اهي، هكتبها لك كمان مره، اللي هي صاد يا يوسف اهي، بتساوي يا يوسف الميل يا يوسف في السي زائد يا يوسف الجزء المقطوع. طيب انا عاوز اخلي المعادله دي شكل دي، اعمل ايه؟ اودي السين الجنب الثاني، يبقى 3 صاد اهي. هودي السين ده هي الجنب الثاني، يبقى بتساوي 6 هي يا يوسف ناقص 2 س اهو. يبقى انا هودي السين ده هي يوسف الجنب الثاني، بقت 3 ص بتساوي 6 ناقص 2 س. رتبها يا استاذ، خلي السين في الاول بسيط. يبقى 3 ص اهي بتساوي ناقص 2 س زائد الست. ما هي دي بالناقص خليتها بالناقص، ودي بالزائد زي ما هي بالزائد. طيب بعد كده انا عاوز الصاد بس يا يوسف، انا عاوز صاد ما فرحاش عدد، يبقى هقسم على 3 اهو، بالجسم على 3 اهو، بالجسم على 3. اقسم دي على 3 يبقى صاد بس بتساوي، اقسم دي على 3 يبقى سالب 2 على 3 س اهي زائد 6 على 3. 6 على 3 يعني 2. تاني كمان مره يا يوسف، يبقى انا عملت ايه؟ خليت الصاد في ناحيه لوحدها، وديت الاثنين ده الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. يبقى 3 صاد بتساوي 6 ناقص 2 س. رتبتها، قلت 3 صاد، جبت السين في الاول والصاد في الاخر، يبقى 3 صاد بتساوي سالب 2 س زائد 6. قلت بالجسم على العدد اللي في ريح السين ده اهو، اللي في ريح الصاد ده اهو، هقسم على العدد اللي في ريح الصاد ده اهو، لان انا عاوز الصاد لوحدها اهو. قسمت هنا على الثلاثه يبقى صاد، قسمت دي على الثلاثه يبقى سالب 2 س على سالب 2 على 3 س، قسمت دي على الثلاثه يبقى 2. طيب فين بقى الميل يا استاذ؟ ما انا حافظ ان صاد بتساوي الميل في السين، الميل في السين زائد الجزء المقطوع. الصاد بتساوي الميل في السين زائد الجزء المقطوع، يبقى الميل يا يوسف بتساوي سالب 2 على 3، والجزء المقطوع من محور الصادات بتساوي 2. اعيدها تاني يا يوسف. لا يا مستر تمام. السؤال اللي بعده، بيقول لي اثبت ان المستقيم المار بين نقطتين اللي هم 4 و3 جذر 3 و5 و2 جذر 3، ماله يا استاذ؟ اهو عمودي على المستقيم. يا رب تكون معايا، يا رب ما تكون بتلعب في حاجه. لا والله يا مستر عمودي محفوظة، ده على بكتب اللي حضرتك المستقيم بتقوله. الذي يصنع مع الاتجاه
الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها 30 درجة. هعمل ايه يا يوسف؟ هجيب ميل الاولاني اهو، ميل الاول، ميل المستقيم اللي مر بنقطتين بيساوي ايه يا استاذ؟ فرق الصاد على فرق السين اهو، فرق الصادات على فرق السينات اهو. يبقى ميل المستقيم اللي مر بنقطتين بيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني بيساوي اهو فرق الصادات يبقى 3 جذر 3 اهو، 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 اهو. دي السين ودي الصاد يا يوسف، ودي السين ودي الصاد يا يوسف. ببدأ مثلا من هنا، ممكن ابدأ من هنا او من هنا، بس لو بدأت من هنا ابدأ للاثنين اهو. بدأت انا من هنا يبقى 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 على 4 ناقص 5، 4 ناقص 5 يعني بتساوي 3 ناقص 2 يبقى 1، يبقى جذر 3 على 4 ناقص 5 يبقى سالب 1 اهو. ده ميل المستقيم الاولاني طلع يا استاذ عبد الرازق جذر 3 على سالب 1. هات لي ميل الثاني اهو، نجيبه ميل الثاني، ميل الثاني هو بيصنع زاويه، يبقى بتساوي ظا زاويه، ظا الزاويه اللي بيصنعها، يبقى هو بيصنع زاويه، يبقى الميل بيساوي ظا الزاويه. طب بيصنع زاويه قد ايه؟ 30، يبقى الميل يا يوسف بيساوي ظا 30. اجيبها بالاله يا يوسف، كان 30 هلاقيها يا يوسف 1 على جذر 3 يا يوسف. هات يا يوسف بالاله كان 30 هتلاقيها 1 على جذر 3. جبتها يا يوسف؟ اكتب تمام يا مستر. طب كويس. طب ابص كويس يا يوسف، الاقي ده مقلوب ده ولا لا يا يوسف؟ ده مقلوب ده ولا لا؟ تمام. بعكس الاشاره ولا لا؟ ايوه ده بالميل الاولاني تمام. مقلوب ميل الثاني بعكس الاشاره، اذا المستقيمان متعامدان. لو ميل الاولاني يا يوسف بيساوي مقلوب ميل الثاني بعكس الاشاره، اذا المستقيمان متعامدان. يبقى انا هقول له بما ان هكتب له كده بما ان يا يوسف، بما ان ميل الاول اهو يا يوسف بيساوي مقلوب اهو ميل الثاني بعكس الاشاره اهو. اذا ايه يا استاذ؟ اذا المستقيمان متعامدان. يبقى امتى يكونوا المستقيمان متعامدان يا يوسف؟ اذا كان ميل واحد فيهم بيساوي مقلوب ميل الثاني بعكس الاشاره، او بطريقه ثانيه اضرب الميلين في بعض، ميم واحد في ميم اثنين هتلاقيها بتساوي سالب 1 اهو. اضربها يا يوسف هتلاقيها بسالب 1 اهو. جذر 3 على سالب 1 اضربها في 1 على جذر 3 يطلع دي يبقى بتساوي سالب 1. لو حاصل ضرب تمام. الميلين بيساوي سالب 1 يبقى المستقيمان مالهم يا ابني؟ متعامدان. تمام. السؤال اللي بعده يا يوسف بيقول لي إذا كان أهو ألف 1 و2 وب 3 و4، فإن كلام بسيط خالص منتصف ألف ب هو نقط
منتصف اي قطعه مستقيمه يا يوسف، القانون ده المفروض حافظه اهو. منتصف أي قطعة منتصف مستقيمة بيساوي مجموع السينات على 2 ايوه منتصف ا ب ش ومجموع الصادات على 2. اهو، يبقى مد س على 2 ومد ص على 2. شاطر يا يوسف. يعني بتساوي اهو، اجمع السينات يبقى 1 زائد 3 على 2، 1 زائد 3 على 2. اجمع الصادات يبقى 2 زائد 4 على 2. يعني بتساوي 1 و3 4 على 2 يبقى فيها الاثنين. 2 و4 6 على 2 يبقى 3. يبقى دي منتصف ا ب. يبقى دي يا حبيبي منتصف ا ب. واحدة تانية يا يوسف، لو قلت بعد ركز يا يوسف. النقطة، كلام بسيط، النقطة 4 4 وسالب 3. خلي بالك يا يوسف، عن محور السينات. خلي بالك يا يوسف، هو اما اقول بعد النقطة عن محور السينات يا يوسف يبقى اخد الصاد، يبقى اشطب السين على طول. بعد نقطة عن محور السين يا يوسف يبقى اخد الصاد يا يوسف. طب الصاد هنا بكام يا استاذ؟ اهي. طبعا هو يجيب لك سالب 3 ولا موجب 3؟ طبعا هي 3 لان البعد لازم يكون موجب، يبقى بتاخد الصاد. حد ما اقول لك بعد نقطة عن محور السينات يبقى اشطب السينات واخد الصاد، بس اخدها بالموجب. طب لو قلت البعد عن السينات، لو قلت البعد عن الصادات يبقى اشطب الصاد، يبقى البعد كان 4. خلي بالك يا يوسف لانها بتيجي في كل الامتحانات. اما اقول بعد النقطة عن محور السينات يبقى اشطب السين، يبقى جالي 3 بس اخدها بالموجب. طب لو قلت بعد النقطة عن محور الصادات يبقى اشطب الصاد، يبقى جالي الأربعة، يبقى هو 4. يبقى بعد النقطة يا يوسف بشطب المحور اللي هو قال عليه الإحداث بتاعه، يبقى البعد هو الثاني بس اخده بالموجب، لأن البعد دايما يكون موجب يا يوسف. تمام. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، أوجد معادلة المستقيم الذي ميله 3 ويمر بالنقطة اهو 2 و0. الحل، ركز يا يوسف، الحل عشان اجيب معادلة المستقيم انا حافظ يا استاذ ان الصورة بتاعتها اليسار بتساوي الميل في السين زائد الجزء المقطوع. ما هو الميل عندك اهو، الميل عندك اهو، الميل موجود والله اهو، الميل اهو 3 اهو. اذا المعادلة صاد حط بدل الميم 3 بتساوي 3 س زائد الجي، يبقى انا ناقصني الجي. امال هو مديني النقطه دي ليه بقى؟ عشان هي على المستقيم، يبقى تحججوا اهو. يبقى النقطه 2 و0 ده اهي يا يوسف تنتمي للمستقيم. كلمه تنتمي للمستقيم يبقى تحجج المعادله بتاعته. يعني انا هشيل الصاد واحط مكانها الصفر ده، واشيل السين واحط مكانها الاثنين ده، هشيل الصاد واحط مكانها الصفر ده، وهشيل السين واحط مكانها الاثنين ده. كلمة النقطة تنتمي للمستقيم او المستقيم يمر بالنقطة، معنى ذلك انها تحقق معادلة الخط المستقيم بعد ما احط الميل. طيب يلا يا استاذ حجاجه، يبقى بدل الصاد ده هي 6 بتساوي 3 اهي، بدل السين ده اهي 2 زائد جي، يبقى 6 بتساوي 6 زائد جي. خلاص يا استاذ، ما هي الجيم كده بسالب 6، يبقى الجيم بتساوي سالب 6. جميل، انا جبت الجيم اهي بسالب 6، وانت عندك الميل اهو والميل اهو ب3. يبقى المعادله عباره عن ايه؟ صاد بتساوي الميل اللي هو 3 في السي زائد الجيم، الجيم بسالب 6 يبقى راجل 6.
يبقى دي معادلة المستقيم اللي هو عاوزها. يبقى معادلة المستقيم اللي هو عاوزها اهي صاد بتساوي الميل اللي هو 3 زائد الجيم، ما هي الجيم بناقص 6. يبقى انا جبت كده معادلة الخط المستقيم يا يوسف. صعبة؟ يبقى انا يا لا يا ابني مستر تمام. جبت معادلة الخط المستقيم بتاعي. السؤال اللي بعده يا يوسف بقول لي يا يوسف اثبت، ركز يا يوسف، اثبت ان المستقيم اهو المار بالنقطتين اللي انا هكتبها اللي هم -1 و3 و2 و4 يوازي يا يوسف، يوازي المستقيم اللي هو 3 صاد ناقص السين ناقص الواحد بتساوي 6. ركز يا يوسف، اعمل ايه؟ هجيب ميل الاول، ميل الاول بيساوي ايه؟ فرق الصادات، فرق الصادات على فرق السينات، يبقى بتساوي اشتغل اهو 3 ناقص 4 على ناقص 1 ناقص 2 يعني بتساوي يا حبيبي 3 ناقص 4 يبقى -1 على -3 يعني بتساوي تلت. يبقى ميل الاولاني تلت. نجيب ميل الثاني. ميل الثاني هو مديني معادله مستقيم، يبقى الميل ناقص معامل س على معامل ص. او الميل ناقص معامل الس على معامل الصاد تساوي يا ابني ايه؟ معامل السين ناقص 1 يبقى ناقص ثاني 1 على معامل الصاد 3 ناقص في ناقص يبقى موجب، يبقى موجب 1 على 3. انا عاوزك تبص لهم كويس. ميل الاولاني طلع بتلت وميل الثاني طلع بتلت، يبقى الميلين بيساووا بعض ولا لا؟ ده بين تمام. الميلين يا يوسف متساويين يبقى المستقيمان متوازيين. هقول له كده وبما ان ميل الاول اهو يساوي ميل الثاني، اذا المستقيمان متوازيان.